او ياس سولوب قدم مباراه سيئه او ان الفرقه كانت وحشه بشكل عام، لا خالص. مش ده اللي انا قلته. اللي انا قلته انه في بعض العناصر في الفرقه عندنا لازم تخرج في يناير، لازم بعض العناصر او بعض اللعيبه ما يكونوش موجودين، لان اللعيبه ديت بتاخر النادي الاهلي، اللعيبه ديت بتخسر النادي الاهلي نقط، اللعيبه ديت بتخلي شكل الفريق وحش، اللعيبه ديت بتضيع مجهود بعض الناس اللي شغاله جوه الفرقه. يعني مثلا لو جينا نشوف امبارح تحركات زيزو جوه الملعب، وازاي ياس سولوب وصف زيزو ان هو لعيب حر في اغلب المناطق الاماميه، بيستلم من ورا الاظهره وبيستلم من ورا الباكات، وبالتالي جبنا الجون الاول من ورا الفكره دي. الفكره دي كانت بتقول انه ياس سولوب بيخلي بن شرقي جناح يمين عشان ياخد الظهير ويبدا يبني لعب من تحت، وبالتالي المساحه اللي خلف الظهير تبقى فاضيه لزيزو عشان يتحرك فيها. نفس الحكايه الناحيه الثانيه، الكوكا كان بيدخل من بره لجوه عشان برضه ياخد الجناح ويشغله، وبالتالي التريزيجيه يكون في تفوق عددي 1 على 1 بالنسبه للظهير، وبالتالي زيزو برضه يكون فاضي من ورا المساحات ويدخل من ورا المساحات الفاضيه دي اللي بيخلقها شد الاجنحه والاظهره وتفضيه المساحات من وراها، وبالتالي بيخلق تفوق عددي للنادي الاهلي عشان زيزو يكون موجود في الاماكن الخلفيه ديت، وبالتالي بيفضل الاهلي متفوق عدديا، وبالتالي يجي الجون الثاني. ده كويس جدا خططيا. انا بقول ان الراجل دوت ذكي جدا خططيا، بيقدر يدير الماتش بشكل كويس جدا. حتى من بعد الدقيقه 75 بدا ينزل بن رمضان، ومع وجود ديانج ومع وجود مروان قدر يلعب بمثلث مقلوب، وقدر يلعب تقريبا 6 أو 7 ورا عشان يأمن ال 2-1 ويخرج بنتيجة إيجابية أو يخرج بمكسب للماتش، وقد كان. فخططيا ياس سولوب هو عالي جدا، بيعرف يفكر، بيعرف يدير الماتش، بيعرف يخرج من أزماته جوه الماتش. ولكن احنا بنتكلم هنا على اللعيبة. هل الأهلي كان وحش امبارح؟ الأهلي ما كانش وحش امبارح، ولكن بعض اللعيبة كانت سيئة، كان أداء سيء. طبعا في تطور في أداء ديانج، ودي من حسنات ياس سولوب. ديانج بدأ يفكر، بدأ ما يكون لوحده في حدود ال 18 أو في الخط الأمامي، بدأ الراجل ده يفكر ويمرر بشكل سليم، ويبدأ يبص الأول ويعمل سكان على اللعيبة قبل ما يبدأ يمرر، وبالتالي بقى بيستلم الكورة وهو باصص للجون. ما كانش ده بيحصل قبل كده مع ديانج. طبعا عرفنا ان ياس سولوب بقى بيعمل تدريبات خاصه بديانج لوحده عشان يطور من ادائه ويعلي من قدراته الذهنيه جوه الملعب، وبالتالي يديله افضل اداء، وبالتالي فعلا اداء